بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اخوتاتي مجددا في قناة أمين للطبخ والحلويات. اليوم جبتكم وصفة حصرية على قناتي، وصفة رفيس بالفطيرة تاع الفارينة. احنا مشهورة في الغرب الفطيرة تاع الفارينة وكاين تاع السميد. انا درتها بتاع الفارينة، روحوا تعرفوا معايا على المقادير وكيفية التحضير. هنا نبداو بسم الله على بركة الله. مقادير تاع الفطيرة هنا ما فيهاش بزاف. عندي الفارينة على حسب أفراد العائلة، على حسب الكمية اللي حبيتوها، وعندي الملح والزيت. نبداو نديرو الفارينة، نديرو شوية تاع الملح، نديرو 2 مغارف ولا 3، ما تكثروش، تاع الزيت، ونبسوها مليح. ومن بعد نجمعو الخليط بالماء. هذا مكان، ما فيهاش مقادير بزاف ولا حاجة واعرة. راني نبسس فيها كما راكم تشوفون، نحل فيها داك الزيت في الكميه تاع الفارينه، ونقعد نضيف الماء بالتدريج حتى نتحصل على عجينه كما راكم تشوفوا. هذه هي العجينه، نحلها بالحلال، كون دايره الطاجين ولا المقله اللي تكون عندي ثقيله، نديرها تسخن على النار. كما راكم تشوفون نورقها، ماذا بيكم تورقوها تكون رقيقه باش ما يجيكمش الرفيس تاعكم معجن. هنا نحلها بمساعدة الفرينة، نرش الفرينة باش ما تغبنيش العجينة، خاطش العجينة تكون طرية. ونديرها فوق النار كما راكم تشوفون، نديرها طيب، حاجة ماشي حاجة بسيطة. نظن باللي أغلبية يعرفوا، بصح معليش كاين خواتاتنا مبتدئات، وقاع رانا نتعلموا مع بعض. كاين اللي يقول لي هذه وشكون ما يعرفهاش وشكون ما يعرفش يدير هذه. انا نقول لكم قاع رانا نتعلموا خواتاتي مع بعض. هنايا بعد ما طابت، تقبتها بالفرشيطة. بعد ما طابت، قلبتها هذا الوجه التحتاني حمار كما راكم تشوفوا، ونطيبها على الجهتين بنفس الطريقة. انا درت 2 خبزات بهذا الحجم اللي راكم تشوفوا فيه. هنا نضغط عليها باش تتحمر لي من التحت. هنا من جهة أخرى راها طيب الفطيرة تاعي. نمشيو نوجدو التمر تاني نقول لكم على حسب أفراد العائلة. الكمية اللي تبغوها نقيته ونقيته مليح من العلفة. وهنايا نجيب له المحامي اللي يكون درجة الغليان، ونخليه فيه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعة باش هذاك التمر تاعنا يطرى. هنا ماذا بكم ديروا تمر حميرة، حنا عندنا رفيس معروف بالتمر حميرة. هنا راني خلت التمر على جهة يريح ويرطب عندنا، وجبت كاسرونة ولا مرميطة، درت فيها 2 مغارف كبار تاع 2 مغارف حتى 3 تاع الدهان، ودرت مزيج بين الدهن والزيت، درت نص كاس زيت. وندير عود تاع القرفة، وكي يذوب عندي الدهان ويتخلط مليح مع هذاك الزيت، نديرو عود تاع القرفة، ونديرو هذاك التمر اللي كان عندنا ريح، ونغطوا عليه ونخلوه على نار هادئة حتى داك التمر تاعنا يطيب مرة على مرة. نقلبوه. هنا بعد ما طابت عندي الفطيرة كما راكم تشوفوا، فتتها مليح وقلعت هذاك العجين اللي يكون في الوسط. اللي عندها غربال دير بالغربال، انا درت غير هكا بيدي وفتته وتخلصت من هذاك الوسط اللي يجي معجن، ونديره يفور. هنا مرة على مرة نحركو التمر باش ما يلصقناش من التحت وينحرق. نقصوا له النار ونزيدوه 2 مغارف كبار كما راكم تشوفوا تاع الماء اللي يكون سخون، باش هذاك التمر يطيب لنا وما يجيناش ناشف، ينشف لنا التمر وينحرق. نخلطو مليح مرة على مرة ونغطوه ونخلوه يطيب في خاطره. هنا درت حبة كحلة فلفل اسود، ودرت قرصة تاع الزعفران باش يجي هذاك اللون شباب، ونغطي عليه ونخليه يطيب على نار هادئة، دائما على نار هادئة. هنا هو التمر تاعي راه طاب كيما راكم تشوفوا، راه باين الشكل تاعه التمر طاب وتخلص من هذاك الحبيبات تاع التمر اللي يكونوا قاصحين. وراني ندير في الرفيس تاعي الفطيرة، ندير بالتدريج ونخلط ونشوف. انا بعد ما فارت اكيد قلت لكم تفوروها باش تجي طريه وما تجيش يابسه. وندير راني قلت نسيت قرصة تاع القرفة، قرفة مطحونة، ديروا قرصة ولا ديروا حتى مغرف صغيرة، ديروا ربع تاعها، ونخلطو مليح ونخلوه على نار هادئة حتى تشرب الفطيرة هذاك المزيج تاع الدهان والتمر وتتشرب مليح. ونزيد السكر، هنا السكر على حسب الرغبة.
هذا هو الطبق تاعنا بعد ما وجد. زينته كيما راكم تشوفوا بالسكر كلاصي والشوكولا. هنا الشوكولا نصحكم تجربوها مع هذا الرفيس تجي بنة ولا أروع. نتمنى تجربوا خواتاتي هاد الطبق تاعنا تاع اليوم، والتزيين خليته ليكم. خليكم خواتاتي بخير وعلى خير، ونقول لكم مع السلامة.